السلام عليكم الخوت. واش عمرك تخيلتي انك تفيق الصباح تلقى الخدمة اللي كديرها يوميا وكتضرب عليها تمارة كيديرها روبوت ولا برنامج في ثواني؟ وماشي غير كيديرها بل كيديرها احسن منك وبصفر درهم. هادشي اللي كنا كنشوفوه في افلام الخيال العلمي اليوم ولا واقع كيدق على بيبان الشركات في كازا، الرباط وطنجة. الذكاء الاصطناعي ما بقاش جاي، وراه وصل. اليوم غنتكلموا بصراحة، واش بصح الذكاء الاصطناعي غياخد لينا خدمتنا في المغرب؟ شنو هما المهن اللي غتمشي فيها؟ وكيفاش تقدر انت تولي سيد هاد التكنولوجيا قبل ما تولي ضحية ديالها؟ بقاو معايا، هاد الفيديو فيه اهم دقائق غتسمعها في هاد العام. تاني حاجة الصدمة بصراحة اللي كتحرق. كاينين مهن اليوم في المغرب بدات كتحس بالزلزال، اولهم مراكز النداء اللي هي اكبر مشغل للشباب. دابا كاينين شات بوتس كيهضروا بالدارجة والفرنسية بطلاقة، كيحلوا مشاكل وكينقصوا من بنادم. ثانيا المحاسبة والإدارة، البرامج ولات كتحسب وكتصاوب الفاتورات وكدير البليون في ثانية. ثالثا التصميم والبرمجة البسيطة، الناس اللي كيديروا لغويات بسيطة أو كود عادي، الذكاء الاصطناعي بحال شات جي بي تي ولا كيدير خدمتهم في رمشة عين. ولكن واش هادشي كيعني النهاية؟ لا، غير البداية ديال تحول كبير. ثالثا الفرص، كيفاش تولي ذكي؟ دابا قلب معايا الصفحة، الذكاء الاصطناعي هو أداة ماشي عدو. تخيل معايا في عوض ما تضرب 5 سوايع باش تكتب مقالة ولا تصاوب فيديو، تولي ديرها في 10 دقائق. دابا الفرصة كبيرة هي للناس اللي باغيين يتعلموا يتحكموا في هاد الأدوات. تقدر تخدم فريلانس، اللي برا تبيع تصاور، تبيع خدمات برمجة، وحتى تصاوب محتوى بحال هذا اللي كتشوف دابا نيت بمساعدة الذكاء الاصطناعي. الشركات في المغرب غيوليو يقلبوا على موظف خارق، هذاك اللي كيعرف يسخر الذكاء الاصطناعي باش ينتج اكثر. يعني بلاص ما تخاف منه تعلم كيفاش تخدم به. رابع حاجة الواقع المغربي، واحد النقطة مهمة بزاف، واش الذكاء الاصطناعي يقدر يعوض العقلية المغربية؟ حنا في المغرب عندنا خصوصية، البيع والشراء، الشطارة وعلاقات إنسانية وذكاء عاطفي. هادشي الروبوت مازال بعيد عليه، ولكن ما نكذبوش على راسنا، الإدارة المغربية غتحول والشركات الكبار غيوليو اوتوماتيكيين. اللي غيبقى حامي راسو هو اللي عنده حرفة فيها الإبداع أو التواصل البشري الحقيقي. اللي كيدير خدمة ميكانيكية كيتعاود فيها نفس الشيء كل نهار، هذاك هو اللي خاصو يبدا يخاف ويطور راسو من دابا. الخشيمة، في الأخير الذكاء الاصطناعي ماشي هو اللي غياخد ليك خدمتك، ولكن بنادم اللي كيعرف يخدم بالذكاء الاصطناعي هو اللي غياخدها ليك. العالم كيتبدل والمغرب جزء من العالم. نصيحتي ليك، ما تبقاش تتفرج وتستغرب، دخل جرب، تعلم وشوف هاد الادوات كيفاش تقدر تنفعك في حياتك. وقول لي في التعاليق واش نتوما متفائلين بهذا التطور ولا خايفين منه؟ وشنو هي الخدمة اللي كيبان لكم من المستحيل الذكاء الاصطناعي يعوضها؟ كان معكم اميغو ستوريز، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلا.